صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ النهارده كده يوم جديد حبيت ابداه معاكم. إيه حبيت كده اصور اليوم من اوله خالص. انا لسه صاحيه، عملت قهوه، بصوا جمالها. وعملت وحطيت معاهم بس اتنين كده معمول بالتمر، عشان انا النهارده كده في دماغي ان انا افطر كيك، فهعمل معاكم كيكه وهنكمل اليوم مع بعض. وعندنا غدا كده سريع، فيا رب الفيديو يعجبكم. لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. هبدا بقى بعمايل الكيك. انا كان عندي طلعت هنا بس بوله، كان عندي الميكس ده جاهز، فجربوا معاكم. ده المفروض ان هو تركي، كان في فتح الله وكان عليه اوفر. فهو هنا محتاج 3 بيضات ونص كوبايه زبده او سمنه او زيت زي ما انتوا عايزين، و 150 مللي من ميه بس، فمش هيحتاج اكتر من كده. فانا جبت اللبن والزبده، انا هعملها بزبده، وجبت بيض برضو هفتحه، ونبدا بقى نعمل الكيكه كده بسرعه، تبقى فطار لذيذ يعني ومختلف. وانا بحب كيك الفانيليا يعني، على طول هتلاقوني بجيب الميكس بتاع كيك الفانيليا. بس انا هزود فانيليا برضو اكتر. هنقي 3 متوسطين لان في بيض كبير وبيض صغير، فهنقي 3 متوسطين كده. هبدأ بقى احط البيض، طبعا هحط كل الحاجات السايله الاول، وبعدين هحط البودر بتاع الدقيق. بس انا ما بقدرش ان انا احط على الفانيليا بتاعتهم، بس يعني بحب احط فانيليا. هغسل ايدي واجيب الفانيليا وارجع. انا طبعا قبل ما ابدا مشغله الفرن، عندي برضو شويه فانيليا، وهاخد بقى 150 مللي من اللبن، انا بعملها يعني بدري قوي، فمش عايزه اشغل خلاط او سوري، مش عايزه اشغل يعني ميكسر او كده، علشان ما تعملش صوت يعني ويبقى فيه ازعاج. هما هنا قايلين 100 مللي او 100 جرام. هحط الزبده، انا كنت سايباها طبعا بدرجه حراره الغرفه، واحنا طبعا في الحر ده فمش قادره اقول لكم بتسيح بسرعه ازاي. هشتغل بقى فيها بمضرب يدوي، احاول كده اخلي كل ده يتجانس مع بعضه، طبعا الصفار والحاجات دي. بعد بقى ما خلطتهم هبدا انزل كده الباودر، وبقت اسرع كيكه عندنا. دوق بس طعمها، عشان الباودر دي انا اول مره اجربها. هنا بقى جبت قالب الكيك ودهنته بالسمنه، وشوفوا قوام الكيكه عندي مظبوط، لا تقيل ولا خفيف. انا حسيته تقيل شويه في الاول، فزودته شويه صغيرين لبن. طبعا كل واحد برضو القوام اللي بيحبه يعني. اجيب بس الاسباتشولا دي، وهبدا احط في القالب بتاعي، وزع كده فيه.
مش عايزاها عالية قوي، فبس لا طلع مقاسه مظبوط. انا مسخنه الفرن على 180، هدخلها واوريها لكم لما تطلع بقى. اسويها بس كده. ده كده شكل الكيك بعد ما طلعت. هسيبها بس تهدى شوية، هي لسه سخنة يعني. ونعمل بقى كوباية شاي كده والفطار، ونعمل كوباية شاي ونفطر بالكيك. بصوا تحفة، وكمان لونها يعني اعتقد من الجنب حلو. طبعا هطلعها كده في طبق واوريها لكم. بعد ما الكيك برد وقطعته، بصوا ده شكله. اللي انا لاحظته فيه حاجة واحدة، بصوا هي دي الماركة بس عشان لو حد عايز ياخدها سكرين شوت. الماركة دي تركي، وكانت موجودة في فتح الله ماركت، وكان عامليها اوفرز يعني. طعم الفانيليا اللي فيها، عارفين الفانيليا السايلة اللي هي بيكون زي مضاف ليها كراميل يعني. اعتقد ان انتوا كلكم هيبقى عدى عليكم الطعم ده. فده اللي ما عجبنيش شويه يعني. بتاع الدكتور اوتكر التركي طعمها فانيليا عاديه، لكن دي طعم الفانيليا اللي هي اللي فيها. معلش بس في سكان جداد جم، فهتلاقوا الصوت بتظهر اصوات غريبه يعني. فيها كراميل، مش احسن حاجه ليه، بس قوام الكيك وطراوتها يعني، وطراوه الكيك وكل حاجه زي الفل، بس فيها الطعم ده يعني. يلا هفطر بقى ونكمل اليوم مع بعض. بصوا المعلقه دي جميله ازاي. هفطر ونكمل اليوم مع بعض. بما ان الغدا النهارده بسيط، فقلت بقى ادخل على البلكونه كده اروقها. الجو بدأ يبقى حر ومحتاجين كده تجديد، فمسكت كل النجيله بتاعتي حطيتها في البانيو، وهبدأ بقى احط لها صابون واغسلها كويس قوي، علشان هروق كده على البلكونه النهارده. انا طلعت كبده تفك، وهعملها بس مع عيش وسلطات وكده، فالموضوع مش كبير يعني. فهغسل دول ونظبط البلكونه. دلوقتي بقى دخلت عشان اعمل الغدا، فانا هبدأ اعمل اول حاجة تتبيلة للكبدة. فانا جبت بولة فاضية وعندي الثوم ده، بصوا بينجز قوي. هو بيبقى مكعبات كده من جوه. هاخد بس على قد بقى الكمية يعني، مكعب حجمه حلو. انا ممكن اخد 2 او 3. بس بيبقى عليه كفر بلاستيك كده. وهحط برضو شوية من الكزبرة المطحونة، شوية خل، واحط كمان عصرة ليمون عشان تبقى الكبدة ما فيهاش ريحة زفارة، وفي نفس الوقت طعمها حلو. طبعا هحط ملح. انا بحب ادوق عشان ما يبقاش الملح كتير. وفلفل اسود، اللي حابب يحط شطة، اللي حابب يحط يعني حاجة تانية اوكي. دي كانت دقة عندي في الفريزر، كانت توم وفلفل وكمون، فهحطها. اللي هي بتنفع لو عندكم سمك مقلي، عندكم بتنجان، عندكم كبدة. فانا بس عشان هما كانوا شوية صغيرين فكملت عليه. وعندي دي هريسة فلفل احمر من ابو عوف. ممكن طبعا تجيبوها سبايسي او انتوا تبقوا عندكم سبايسي، بس انا مش بحب يعني.
هميكس بقى كل دول. وعندي تتبيله كبده، طبعا يعني انا حاولت ان انا الاقي نوع مش مقاطعه. احط بس شويه. الثوم ده على طول طبعا لانه بيبقى من الفريزر، بس بيفك يعني مع الحاجات. هزود بس ليمونه واوريكم الكبده. دي كده الكبده عندي بتبقى متقطعه كده. بتخلوا بقى الجزار يقطعها لكم او انتوا بمقص. انا دي كانت شرايح ومقطعها بالمقص. هدوق بس الملح وانزل الكبده. اللي عايز يحط فلفل من الاول هنا في التتبيل، فلفل اخضر يحط، بس انا هحطه ساعه ما اجي اسويها علشان ما يتبلش قوي من الليمون والخل والحاجات دي. بس كده التتبيله عندي جاهزه. انا بس عايزه اخد منها معلقه لان عندي قلب وكلاوي وكده بره، عشان بس اسويهم فيها. تمام. نزل بقى الكبده وبسيبها يعني 10 دقايق، ربع ساعه، ماكسيموم نص ساعه، يعني مش اكتر من نص ساعه عشان ما تتهريش. بغطيها بقى بالكفر بتاعها او ستريتش وادخلها التلاجة. ده كده بقى شكل الاكل. دي الكبده، وعملت بس طحينه، والعيش ده بصوا جميل ازاي كده وصغير. وعندي شيبسي كمان هطلعه مخلل. غدا بسيط كده وسهل وسريع جدا. نتغدى بقى ونكمل كده اليوم مع بعض. كده بقى خلصت، والبوتاجاز كمان فضيته. هاجي بس اشغل بقى غسالة الاطباق ويبقى اليوم خلص. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. باي باي.